النهارده احنا هنتكلم على اكتر حاجه شائكه عمر ما حد بيحب يتكلم فيها، الا وهي الاسعار. احنا لما بنيجي نشتري اي حاجه من عند بتاع فاكهه، رايحين نعمل سنانها عند دكتور، هنتكلم مع اي حد في اسعار، بنبقى عارفين افريج كوست او هندفع كام وده هيكلفنا كام بالتقريب كده. لكن التشطيب الموضوع فيه very very complicated، وبنبقى مش عارفين فيه راسنا من رجلينا. وهنا بقى بيظهر دور المهندس فيما يخص الاسعار. التسعير في التشطيب ليه 3 طرق. اول طريقه ان هي تكون مقاوله، يعني رقم ثابت لسعر المتر. تاني حاجه ان هو يكون كوست بلس، نسبه على جميع الاعمال سواء المصنعيات او المون اللي هي الماتيريالز. تالت حاجه ان يكون لمسم، زي ما بيقولوا كده شاكب براكب، الفيلا دي هتكلفك كذا. خلينا نتكلم على الطرق المختلفه في التسعير وميزه وعيب كل حاجه فيهم. المقاوله في التسعير وهي سعر المتر، او زي ما بيقولوا الباكج. احنا هنعمل لك الباكج الذهبيه او الباكج الالماسيه، او انت هتاخد الباكج السوبر سوبر سوبر لوكس. طبعا دي مسميات مختلفه لا تمت للواقع بصله، وملهاش علاقه باي سوبرفيجن او اي كريتيريا تخص الجوده. هي ببساطه مجموعه من المواصفات المتكرره اللي بننفذ بيها الشقه زي الفيلا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا الباكج السوبر لوكس، فهو الارض دايما هتبقى بورسلين درجه مثلا اولى، الالوان يا 1 يا 2 يا 3، مش هتخرج براهم. طيب ده عيبه ايه؟ ده عيبه انه رقم 1 التصميمات متكرره، يعني الشقق كلها بتبقى شبه بعضها طالما الشخص ده هو اللي شطبها. ده فيما يخص التصميم. فيما يخص الاسعار، انا ما ببقاش عارف هامش الربح بتاع المكتب الهندسي اللي انا متعاقد معاه. يعني ايه؟ يعني انا متفق على سعر المتر 5000، لو هو نفذه ب 2000 ونص يبقى هو كده هامش الربح بتاعه 100%. انت مالكش الحق كعميل انك تعرف، لان انت متفق معاه ان هو ياخدها مقاوله. بس في نفس الوقت ضرر حاجه زي كده عليه لو الاسعار زادت. احنا متفقين على قيمه معينه مش هينفع تتغير، فلو الاسعار زادت هامش الربح بتاعه هيقل، وحاجه زي كده بتاثر بشكل كبير جدا على الكواليتي. وطبعا انت كعميل مالكش الحق اصلا ان انت تطلع على اي اسعار كدراي كوست او كسعر كده من غير اي هامش ربح. ده اول جزء.